بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. القسط الهندي من الأعشاب اللي ليها قيمة كبيرة من زمان، وبيتم الحديث عنها كتير جدا، وفضلت محافظة على مكانتها الكبيرة دي لحد النهاردة. ليه؟ لأن تركيبتها غنية بزيوت ومركبات طبيعية ليها تأثير واضح على الصحة وعلى الجسم. العلماء لقوا إن في مواد فعالة بتساعد في تقليل الالتهابات ومحاربة البكتيريا ودعم المناعة، وده خلى استخداماته واسعة جدا في الطب البديل والعلاجات الطبيعية. من ناحية تانية، العشبة دي اللي هي القسط الهندي ليها مكانة خاصة في الطب النبوي، وده ظهر في حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اللي قال فيه: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية. وده إن دل فيدل على إن العشبة دي كانت معروفة بقدرتها العلاجية من زمان، ولسه لحد دلوقتي في ناس كتير بتعتمد عليها في وصفات الطب الشعبي المعروف. القص الهندي طبعا له أنواع كتير، وكل نوع له ريحة معينة وله شكل معين وله كمان فايدة مميزة عن النوع الآخر، وعلشان كده لازم اللي بيستخدمه يكون عارف الفرق ما بينهم، وكمان يعرف ايه احسن الطرق اللي بيتم استخدامه القسط الهندي لتحضيره، سواء كان بقى مغلي او بودرة او زيت، وامتى نخلطه مع اعشاب اخرى. وبالرغم ان القسط الهندي له شهرة كبيرة جدا جدا، الا ان فيه بعض المتخصصين في الاعشاب بيغشوا فيه للأسف الشديد، لأن هو له شهرة معروفة وكبيرة. طب احنا ازاي نعرف القسط الهندي الحقيقي والأصلي عن القسط الهندي المغشوش؟ والحالات كمان اللي ينفع يتم استخدام القسط الهندي معاهم، وفي حالات ينفع وفي حالات ما ينفعش، علشان ممكن يسبب بعض الأعراض الجانبية السيئة الغير مناسبة لبعض الأشخاص. كل التفاصيل دي هنعرفها عن عشبة القسط الهندي مع ضيفتنا الفاضلة الدكتورة سماح الحصري، باحثة في الطب النبوي وأخصائية التغذية العلاجية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا دكتورة سماح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أستاذ ندى؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير، أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة القسط الهندي من الأعشاب المهمة جدا، واللي ليها مكانة كبيرة جدا، والكثير بيتحدث عنها، سواء كان في الطب النبوي أو في العلاج أو في أمور كتير جدا. خلينا الأول نبدأ مع حضرتك بتعريف بسيط عن القسط الهندي. إيه هو القسط الهندي اللي واخد شهرة واسعة كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بعشبة، وجاء في حديث صحيح وتتكرر مع في أكتر من حديث، فمعناه إن هي لها فائدة عظيمة جدا جدا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث فهو صحيح، وحي من ربنا سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. هو ربنا سبحانه وتعالى الأعلم بينا، وهو ربنا سبحانه وتعالى ينزل لنا الداء والدواء. فسبحان الله، القسط الهندي ذكر مع الحجامة وذكر لوحده. الرسول صلى الله عليه مم. وسلم قال كما قرأت عليه الحديث، الصلاة قلت الحديث: عليكم بهذا العود الهندي فإنه في والسلام. 7 أشفية. اه. من ضمن العلاج القسط الهندي سبحان الله أنواعه، هو ليه كذا نوع. هنقول النوع الأشهر والأكثر شهرة وأقوى في العلاج القسط الهندي، وفي قسط بحري. طيب إيه الفرق بين القسط الهندي والفرق بين القسط البحري؟ القسط الهندي اللي هو بيكون طعمه مر، شديد المرارة يعني، لونه مائل بني مائل للسواد، ليه رائحة ذكية، ريحته حلوة. ناس بيقولوا ريحته كريهة بس هو ريحته طيبة. مم. والكوست البحري هو لونه أبيض مبيض، يعني بني مبيض، اللي هو نقول للرمادي للبيج شوية. مم. بيجي عن طريق البحر، هو عشان كده سمي بالبحر لأنه بينتقل عن طريق البحر. سبحان الله، ملوش مرارة شديدة، ملوش ريحة قوية. ده بالنسبة تمام. للكوست الهندي والكوست البحري. مم. وهو سبحان الله من النباتات الجذرية. هو مم. جذر، بناخد الجذر الشجرة مش بناخد أوراقها. وكمان شجرة ممكن تكون معمرة قليلا وبتنبت في بعض البلاد، منهم الهند أساسها، والكشمير والصين. تمام. طب يعني إحنا كده عندنا القسط الهندي والقسط البحري، هم دول النوعين اللي موجودين من القسط، والّا في أنواع أخرى؟ في أنواع أخرى بس أشهرهم طبعا القسط الهندي أعلاهم، وبعدين القسط البحري.
تمام. طيب لو هنتكلم عن الفوائد، والأمر ده مهم جدًا لكتير من الناس لمّا بنتكلم عن القسط الهندي، فبيقولوا طيب إيه هي فوائد القسط الهندي للصحة بشكل عام؟ هو القسط الهندي سبحان الله فيه فوائد كتير جدا جدا، وفوائد الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 7 أشفية سبحان الله. لكن هو كل مادة يبين قدراته، إنه القسط الهندي ليه قدرة على علاج، أو سبحان الله ربنا مديله خصائص إنه يعالج معظم الأمراض. إمم، يعني مش عايزة أقول لك هو صيدلية متنقلة. يعني نحاول نخليه في بيوتنا، ما فيش مفروض ما يكونش في بيت مسلم واعي إنه يكون في قسط هندي. لأن القسط الهندي من خصائصه كمان اللي هو ذكر في الحديث، اللي هي العذرة، التهاب الحلق، بيعالج التهاب الحلق فوري، بيعالج اللوزتين، بيعالج التهاب العظام، بيعالج التهاب الجيوب الأنفية، بيقضي على الفيروسات والبكتيريا. سبحان الله. أفضل أو أقوى مضاد للخلايا السرطانية، ويمنع تكوين الخلايا السرطانية. إمم، بيعالج تكيس المبايض، مشاكل موجودة، المرض العصر زي ما احنا بنقول. سبحان الله بيساعد في علاج تكيس المبايض أو إمم، تكيسات الجسم جميعا، كل أيوه، تكيسات الجسم. إمم، مفيد جدا جدا للبهاء، للأمراض الجلدية، لحبوب إمم. الوجه. يعني معقول مفيد جدا جدا. البهاء دلوقتي بقى ليه علاج؟ لإن كتير من الأشخاص اللي بيعانوا منه قالوا تعبنا من البحث عن أدوية والبحث عن أي شيء إن هو يعالجه أو حتى يوقّفه، إلى الآن ما فيش حاجة يعني تم اعتمادها إن هي بتوقّف أو تعالج البهاء. هي بيساعد في علاج المهاق، لان هو سبحان الله بيخلص الجسم من السموم والشوارد الحره. لما يكون الجسم فيه مشاكل من الداخل، الزنا ده بيخرج على الجلد، فالجلد ده مرايه للجسم. فانت ما بتفض او بتخلصي جسمك من السموم ومن التراكمات الموجوده فيه، او الالتهابات الموجوده فيه، او الشوارد الحره، او الالتهابات. فبتبتدي سبحان الله الجلد يكون نضر، يكون فيه حيويه، فبيقاوم اي امراض خارجيه. حتى البذور بتاع الوجه بيتم علاجها ان إمم. شاء الله بيساعد في علاجها كمان. طب وكمان إزاي سبحان الله هيستخدم بيعالج. إزاي يا دكتورة سماح في علاج البهاء؟ خلّينا نُقف عند النقطة دي لإنها مهمة لكتير من الناس، إزاي القسط الهندي بيتاخد في الفم، ممكن يتاخد يتم عن طريق التعامل معاه الفم. إزاي في علاج البهاء؟ تمام. بيتاخد عن طريق الفم كعلاج، بتاخد ربع معلقه بس المهم جدا كمان السدانه في الجرعات. يعني في ناس بياخدوا جرعات كتيره جدا، ودي مشكله كبيره قوي، ان انا باخد جرعه كبيره بتدي دي اضرار مش بتجيب نفع. فكل حاجه سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر القسط الهندي، ذكره فين؟ لما دخل لقى بيعالجوا طفل من الاطفال المسلمين بالعذر، بحاجه اسمها علاق بيعملوا، وعلاق زي قطعه قماش كده يبرموها، وينخروا بيها ويحطوها في فم الطفل او انفه، ويغمزوا بيها اللوزه او يغمزوا بيها التهاب الحلق، يسيل دم اسود. حتى في إمم، فتره ما يسيل الدم الاسود يتم العلاج باذن الله. إمم، فالسلام قال لها: علامه تقتلن اولادكن عليكم بالعود الهندي. أيوه، والسلام ما ذكروا في موقف مرضي، فانا ما اخدهوش على طول. فهم اصلا ما ذكروا الموقف وذكروا وقت معين. يعني مش ذكروا تلقائيا زي السواك، ماسك عليكم بالسواك، كان السواك بيستخدمه على طول على طول على طول. اما أيوه، القسط الهندي ذكروا وقت مرض، وقت عله، فانا إمم. استخدمه وقت العله الصح، وقت صحيح وجرعات مظبوطه. ده مهم جدا ناكد عليه. طيب الجرعة بتبقى عبارة عن إيه لعلاج البهاء؟ يعني بناخد ما يقرب من ربع معلقه صغيره جدا جدا إمم، على نصف كوبايه ميه، وندوبه وناخده مرتين في اليوم. ده بالنسبه للامراض الجلديه او اي امراض او التهاب الحلق او اي مشكله. طيب لو انا بقى عندي مشكله في الجلد، حضرتك سالت موضوع الجلد، باخد قسط الهندي ايضا وبدقه وبخليه، وبعد كده انعمه، وبعد كده بحطه مع زيت زيتون على النار. يعني معلقه زيت زيتون او معلقتين زيت زيتون مع معلقه دهن عربي، اللي هو دهن الغنم. اهم، بحط منه معلقه او معلقه، وبقلبه كويس جدا، وبقلب في القسط الهندي لمده 5 دقائق، يذوب حتى يذوب القسط الهندي. مش هيذوب كله اكيد، بس اسيبه شويه ياخد على النار هاديه. وبقى بعمل له حمام بخار، وبعد كده بعمل له منه كريم بدهن منه اماكن الجلد، البهاق او غيره. فان شاء الله مع الاستمرار، إمم، مع استخدام المضادات الاكسده، مع استخدامه في الفم، بيجي نتيجه كويسه جدا جدا. مع النفسيه تمام، مهم جدا، يعني برضو معظم الامراض طبعًا الجلديه بأساسها النفسيه. ليها النفسيه علاقة بتحبط بالعامل عندنا النفسي، مشكله إمم. جهاز المناعه. نعم. تمام. طيب إحنا كنا لسه بنتكلم عن فوائد القسط الهندي للصحة بشكل عام، خلّينا نتكلم بقى بشكل خاص على موضوع البشرة تحديدًا، لإن مشاكل البشرة بالذات في مرحلة المراهقة وبداية البلوغ بيحصل بقى في حبوب كتير في وش البنات والشباب، وده بيكون مضايقهم جدًا، فخلّينا نتكلم عن تأثيراته على البشرة وعلى نضارتها وعلى مشاكل معيّنة في البشرة زي الحبوب الكتير، زي البثور السودا والأمور دي. طيب هو الأهم كمان من، تمام، هنتكلم عن الأمر ده.
بس اهم من ده كله برضو هو كمان من ضمن فوائده انه بيعالج مشاكل الانجاب زي ما احنا قلنا، منهم اللزوجه عند الرجال في السائل المنوي، فده ما شاء الله بيعالج اللزوجه، بيخليها معتدله، إمم. بيظبط الشهوه عند الرجال والنساء، الرغبه عند الرجال والنساء برضو بيخليها متعادله او إمم. بيخليها قويه. كمان القسط الهندي كمان حلو جدا، خليه الاطفال في الايام اللي احنا فيها، اللي اما البرد الشديد على طول عندنا احتقان في الزور، وعندنا سيول زكام، وعندهم رشح ومشاكل كتير جدا، نحاول آه. نستخدمه للاولاد اول ما يجي لهم رشح او احتقان في الحلق، على طول القسط الهندي للاطفال حلو جدا. طب لو هاخده اللي طب بالنسبه طريقة للزكام باخده استخدامه إيه للأطفال؟ طريقة استخدامه هل طيب ليه طريقة استخدام معينة؟ الاطفال بعمله إمم. تقطير للانف، إمم. بكتره في الانف او اعمله صعود. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حثنا على العلاج بالصعود اللي هو في الانف، نستنشقه للانف. إمم. طيب لو انا هعمله قط عشان الطفل مش قادر ياخده كصعود كده من الانف، آه. آه. بحط نص معلقه قسط هندي على نص كوبايه ميه، وبقلبها وبسيبها لمده نقع لمده مثلا 10 ساعات او 8 ساعات، كل ما اسيبه ينزل الفايده اللي فيه، وبعد كده ابتدي انا اعمله قطر الانف للاطفال، فبتبقى سبحان الله الزكام، او اعمله كبخور احطه على المبخره واخلي الطفل يستنشق من بعيد، فالزكام بيختفي تماما، حتى إمم. التهاب الحلق ممتاز. بيختفي. ممتاز. حلو جدا كمان، اول ما تعملي البخور هتحس ان الزكام انتهى والتهاب الحلق انتهى كمان تماما. طيب انا عندي طفل ما بيحبش الطعم المر بتاعه وعنده إمم. مشكله في طعمه، بحط له معلقه القسط الهندي على 50 جرام عسل او ربع كيلو عسل، إمم. وادوبه كويس جدا جدا، واديله منه بالمعلقه، برضه ما شاء الله هنضبط مناعته، هيقاوم الامراض والفيروسات بسبب البرد الموجود اللي احنا موجودين فيه جدا، والفيروسات أيوه طبعًا. والامراض المنتشره. ما شاء الله الطفل يبتدي يقاوم جسمه، يقاوم بطريقه صحيحه وصحيه. إمم. الزنادة القسط الهندي مضاد حيوي آمن، يعني إمم. لو انت عندك طفل عنده اي مشكله او اي سخونيه، او حد كبير اي شخص في العائله عنده مشكله سخونيه التهابات تعب في الجسم محتاج مضاد حيوي، استعيني بالله بعد الكشف طبعا والدكتور ونعمل أكيد. كل الفحوصات. لو استخدمنا القسط الهندي زي المضاد الحيوي بالظبط، الحاله ما شاء الله بتشفى تماما، لانه عباره عن مضاد حيوي امن، إمم. يعني مضاد ممتاز جدًا. للبكتيريا ومضاد للفيروسات، فهو ما شاء الله قوي جدا 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 في إمم. علاج الالتهابات والفيروسات الموجوده في الجسم. طيب جامعه حضرتك المنصوره عملت ذكرتِ اتفضلي، اتفضلي، جامعة المنصورة قالت إيه؟ جامعة المنصورة عملت بحث في موضوع القسط الهندي لمحاربة فيروس سي، إمم. وما شاء الله الأبحاث شغالة فيه وجاب نتائج حلوة. ما لو شاء الله. ملك عبد العزيز برضه عملت أبحاث كتير على القسط الهندي. لو قلنا إمم. رحنا الأوروبي عدي بقى لأوروبا، عندنا النمسا بقت تدخله في الأدوية لعلاج الجلطات، لأن القسط الهندي ممتاز 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 لعلاج الجلطات، لو حد عنده جلطة في أي مكان في الجسم زي جلطة الدماغ أو الضرقة الدماغية أو أي آه. جلطة في الجسم، فالقسط الهندي معالج آمن للجلطات. فاحنا مش هنبص بقى، مش هننتظر الابحاث والحاجات دي كلها، هنبص للرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن عليه الهوى، الصلاة فهناخد والسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم، بس ناخده بالطريقه الصحيحه. إمم. تفضل. تمام. طيب حضرتك ذكرتِ في خضام كلامِك إن القسط الهندي له فوائد للنساء والرجال، فخلّينا نتكلم عنها بشكل عام، إيه هي الفوائد اللي ممكن يحصل عليها الرجال والنساء من القسط الهندي؟ ان هو بيظبط الرغبه عند النساء والرجال، كمان بيعدل سبحان الله، بيزود ترويه الدم في الجسم، بيقضي على الالتهابات، بيقضي على مشكله، بيعالج التكيس المبيض اللي بيأخر تأخر الإنجاب عند بعض النساء، يعني التكيس المبيض أساسي في إمم. تأخر الإنجاب، فهو بيحسن حالة صحة المرأة إمم. بالنسبة للإنجاب، أو الحالة الرغبة الرغبة للمرأة والرجل. إمم. فسبحان الله كان بيعالج اللزوجة عند الراجل، يعني ناس كتير عندهم اللزوجة بتمنع وصول الحيوان المنوي إلى التلقيح، فسبحان الله ده بيعدل اللزوجة في للإنجاب، إمم. وهو ممتاز جدا. فاحنا هناخد علاجه لتاخر الانجاب من الحاجات المؤثره جدا، وفي حالات كتير جدا اتعالجت معانا من التكيس وتاخر الانجاب بالقسط الهندي فقط. بس مهم جدا يكون عندنا لما نيجي ناخد القسط الهندي او اي عشبه امرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاخص، عليه الصلاة ناخدها والسلام. بيقين ان فيها شفاء، ما ناخدهاش آه. كتجربه وما نستناش الابحاث، إمم. ناخدها بيقين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرها يبقى فيها شفاء باذن الله، فالشفاء إمم. بيجي باذن الله سبحانه وتعالى. ولا ينفي ده طبعًا إن إحنا نلجأ للطبيب ونشوف العلاج ونشوف الأشعّات والتحاليل المطلوبة، يعني نمشي في المسارين، ده مش معناه إن إحنا بنقول ما اكيد تروحوش طبعا، اكيد، ما لدكاترة. احنا قلنا ان مهم يا استاذه ندى، مهم قبل ما اخد اي اعشاب او اي مشكله او ادخل لاي اعشاب، احنا مش عندنا يقين بالحديث تمام، بس لازم اجيب ابحاث تحاليلي واشاعاتي وتقريري الطبي، وبعد كده الجا زي ما انا عايزه، وعايزه اتعالج طبيا او اتعالج على الطريقه اللي تعجبني، او الطريقه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عليه الصلاة بنتكلم عن والسلام. القسط الهندي. تمام. حياتك قلت علاجها للبذور والحبوب والحاجات الموجوده في الجسم ومشكله البنات،
بنعمل والحبوب منه، والحاجات بناخده دي برضو عن كلها. طريق اتنين. نعم، إمم. بناخده عن طريق حاجتين، لا اما الفم، والفم ده اساسي لازما عشان ننقي الجسم من الداخل ونعزز ترويه الدم في الجسم ونخلص من السموم والشوارد الحره. إمم. وناخده عن طريق نعمل كدهان للوجه نفسه. دهان الوجه حلو جدا جدا، نعمل منه تمام. كغسول، بخاخ تونر للوجه. وده إمم. ممتاز ممتاز، بيفتح البشره، بيوحد البشره، بيجدع البذور، بيجدع اثار الحبوب، وبيساعد على قتل الحبوب اللي هي فيها البذور اللي او الحبوب اللي هي فيها زي ميه كده، فيها أيوه. مشكله. آه. فهو آه. بيساعد سبحان الله على انها يقضي عليها. إمم. فنعمله زي بخاخ زي تونر. بناخد أيوه. معلقه قوس هندي ونحطه في ميه فتره، ونعمل له حمام ميه حوالي 15 دقائق. وبعد كده نصفيه كويس جدا او نتركه نص ساعه او ساعتين. وبعد كده نصفيه كويس ونعبيه ببخاخه ونبخ منه على الوجه. تمام. ممتاز جدا جدا، كمان إمم. بيفتح الاماكن الداكنه. ده إمم. بالنسبه للكوسه. طيب في هنعمله سؤال كدهان مهم جدًا كمان. يا دكتورة سماح الحقيقة، في ناس كتير بتبقى خايفة منه، وبتقول إن في بعض الأشخاص وبعض الأمراض المعينة ممنوع منعًا باتًا من استخدامهم القسط الهندي، لإن هي عُشبة قوية، فممكن يحصل أعراض جانبية شديدة جدًا، فممكن تقولي لنا مين اللي بتحذّريهم من استخدامها وما يستخدموش، وإيه الأمراض اللي لو كانت موجودة عند شخص معين تقولي له اوعى تستخدم العُشبة دي؟ عندك الحامل ما تستخدموش طبعا. اللي عنده حساسيه لازم يجربوا الاول، ياخدوا يوم ويشوفوا المشكله في الاطفال اللي هم مثلا سنه، ده ممنوع منهم لحد 3 سنين برضه. نحاول بجرعات قليله جدا جدا لو احتاجناه. المهم من ده كله الزنا ده لما تقولي ممكن يجيب اضرار القسط الهندي مش في القسط الهندي. اضرار القسط الهندي لو جاي من طريقه امنه ومتخزن صح ومطحون مش مغشوش، ان شاء الله ما يبقاش فيه اضرار. لو تاخد بالجرعه الصحيحه ما تاخدش بكميه كبيره. احنا برضو قلنا حذرنا الحامل منه وحذرنا الاطفال السن الصغير. طب احنا لو اخدناه مغشوش او في مشكله او حطينا عليه، لان القسط الهندي عشبه ليها خصائص لوحدها، ما تحب الشريك زي ما بنقول. فالقسط الهندي لو اتخزن وابتدت الحشرات تيجي عليه او اختلط ببعض الاعشاب او تغش زي ما احنا قلنا او اتخزن خطا او جات له رطوبه، ده يعمل مشاكل جدا صحيه، اعوذ بالله، ممكن يعمل فشل كلوي. والعياذ بالله، ربنا طيب احنا يعافينا. لو إمم. احنا جبناه بطريقه، لو اخدناه بكميه كبيره ممكن يعمل مشكله برضه في الكبد والكلى. طب احنا لو إمم. اخدناه بطريقه صحيحه واحنا جبناه بطريقه ما عند حد موثوق منه ويكون طازه على قد ما نقدر، ما طبعا مش هيبقى فيه طازه لان هو بيجي مستورد. اهم. فبناخده بيكون مكان موثوق منه، ويفضل ناخده عيدان كما هو، ونجيبه نغسله في البيت كويس جدا، نخلصه في بعض الاتربه، وفي ساعات اتربه بتبقى زي الطين كده عليها، بنغسله كويس إمم. جدا إمم. جدا بفرشه نظيفه. وبعد كده بنجففها كويس جدا. بعد ما يتجفف هو قاسي شويه، بنبتدي ندقه بالهون. وبعد كده نطحنه في المطحنه، يبقى انا كده اخدت قسط هندي امن بدون اي زوايد عليه. اما للاسف بعض العطارين اللي هم ما عندهمش ضمير إمم. بيغشوا القسط الهندي، طب هو أنا أعرف بيغشوه أصلًا باي عشبه القسط تانيه. الهندي الأصلي من المغشوش إزاي؟ إيه علامات القسط الهندي الصحيح وعلامات القسط الهندي المغشوش؟ والله عشان انا برضو يعني صعب ان هو زي ما قلت لك ان ريحته قويه قوي ولونه غامق فما يبانش قوي في الغش. احنا عشان نضمن عمليه الغش ونتجنبها تماما وعمليه التخزين الخطا، نجيبه من البيت ونطحنه في البيت. لان هو مشكلته ان هو ريحته قويه جدا، فانت مش عارفه الا لو اختلط بكميات عاليه هنقدر احنا نعرفه. لكن ما مش هيختلط بكميات عاليه للاسف، هيختلط بكميات قليله، فهيبقى صعب انك تعرفيه. الحاجه الوحيده اللي تعرفي بيها ان انت تضمني ضمانه ان القسط الهندي ده موثوق، موثوق، ملوش اي مشكله، ملوش اي اضافات، جيبيه واعمليه في البيت. انا بشجع كده وانا بعمله كده. إمم. وعشان تحاولي ان انت لو تاخديه بطريقه ما يجيبش معاكي، ما تحسيش بمرارته قوي، ما إمم. تنعموش بودره شديده، خليه بودره يعني ايه لو كده خشن شويه. إمم. عشان كل ما يكون خشن شويه انت بتاخديه ما بتحسيش بمرارته قوي. ناس كتير عملوه تابلت، وناس كتير شركات كبيره جدا حتى في حبوب تركيا آه. حتى في اوروبا إمم. دخلوه كتابلت وعملوه ككبسولات عشان خاطر الناس ما إمم. تحسش بطعم المراره إمم. وكده. إمم. بالعكس، هو كل ما يتاخد مر من الفم وينزل السنه ده من تقديم الفم، ان كان بتاخديه سفيه تشربه ورا ميه، او إمم. تاخديه في ميه تشربيه، او تاخديه بعسل، بتحس بمراره. فسبحان الله مراره الجسم، المراره اللي بتيجي في فمك وبتنزل على الحلق وبتنزل بعد كده باقي اجهزه الجسم، وهي نازله بتعمل تطهير، هو مطهر.
تقتل إمم. فيروسات، بتعمل إيه شغلها وهي نازلة. أما لو أنا خدته كبسولة أو تابلت، المعدة هي بتستفاد أكتر حاجة بيه بس فقط، لأن باقي الأعضاء ما بتستفادش أوي زي المعدة. لكن أنتِ طب يا بتاخديه من دكتورة الخلط. سماح، هل ممكن عُشبة القسط الهندي إحنا نضيفها مع عُشبة أخرى ونستفيد من الاتنين مع بعض، والّا لأ ده خطر أصلًا إن إحنا ندمجها مع حاجة؟ هو زي ما قُلت لِك القصة الهندي أنا كسماح يعني، أنا باحب كل قصة لوحدها، كل عُشبة لوحدها آخُد كل عُشبة خصائصها لوحدها. لوحدها. إمم. آه. فالقسط الهندي لوحده هو جدير إنه يعمل اللي أنا عايزاه، فأنا ساعات بادخّله مع أعشاب تانية، بس لحالات معيّنة، بس العموم إن أنا إمم. آخده لوحده مع العسل تمام. إمم. حلو أوي مع العسل ما فيش مشكلة، مع المَيّة ما تمام. لو أنا حاسة بمشكلة أو لأ، في بعض الحالات بيعملوه زي تابلت بالعسل، بيلفّوه بالعسل كده زي كورة وياخدوه تمام. بس أنا أفضّل القسط الهندي يتاخد بالمَيّة والعسل، ده أكتر طريقة ناخدها بيه. في بعض الخلطات بنعملها وبندخّل فيها القسط الهندي للأطفال، مثلًا لضبط جهاز المناعة، ممكن نحط معاها مثلًا حبة البركة، ممكن بنحط معاها حبوب اللقاح تمام. بس كخلطة، كمعجون يعني تاخد الطفل الصبح أو حد تمام. يخرج بيه الصبح على إمم. الريق. لكن أنا بافضّل برضه القسط الهندي والعسل لوحده، وأعمل خلطة لوحدها بدون القسط الهندي. تمام. باشكر حضرتك في النهاية دكتورة سماح الحصري، المتخصصة في الحجامة والتغذية العلاجية والباحثة في الطب النبوي، على وجودِك معانا، شرفتينا وأفدتينا كتير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعًا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاء. والحقيقة زي ما قالت ضيفتنا الفاضلة، إحنا ما بنقولش لحد ما تروحش للدكتور، بل بالعكس أنت لازم تمشي في المسار الطبي وتشوف الأشعة والتحاليل واللي يقوله الدكتور، وكمان نمشي في المسار الآخر اللي هو الطب النبوي والأعشاب، وخصوصًا الأعشاب اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.